الأخبار الموجزة ليوم الأربعاء. قال المتحدث باسم الإمارة الإسلامية المولوي ذبيح الله مجاهد: ذهب رئيس الوزراء الملا محمد حسن أخ إلى قندهار لفترة قصيرة للعلاج والراحة، وينوب عنه في شؤونه المساعد السياسي المولوي عبد الكبير. قام وزير الصناعة والتجارة نور الدين عزيزي مع وفد المرافق للمشاركة في الاجتماع الاقتصادي الدولي إلى تتارستان الروسية، وسيلتقي الوفد المذكور ويتحدث مع المسؤول الروسي والشركات الكبرى من أجل إنشاء مرافق تجارية بين أفغانستان وروسيا وجذب المستثمرين. قال نائب رئيس غرفة الصناعة والاستثمار خانجان الكوزي: تم حل العديد من مشاكل رجال الأعمال والمستثمرين مع وصول الإمارة الإسلامية إلى الحكم. تم اختبار 500 مجاهد للانضمام إلى القوات الخاصة بحضور المسؤولين في المركز التدريبي التابع لفيلق الفتح 209. عادت أكثر من 32,000 عائلة لاجئة إلى البلاد عن طريق معبر تورخام. سيتم بناء المتاحف في البلاد لعرض حماية الآثار الجهادية. قال المولوي عتيق الله عزيزي وكيل الثقافة والفنون بوزارة الإعلام والثقافة: يحق للأفغان في معرفة الأعمال البطولية لأبطالهم والفظائع التي ارتكبت باسم الديمقراطية في السنوات 20 الماضية.